الاخت اللي طلبات لي العجين اللي هو ساهل صراحه، اللي كتحضري منه بطيبيطات، تحضري منه شاورما، تحضري منه بيتزا، تحضري منه عجين وحده، تحضري منه بزاف ديال المملحات وكل ما كيحتاج طابله رمضانيه اولا. طلبت لي واحد الاخت من داك العام، والله سمحي لي اختي راني تا كنخدم فيها، عاد فكرت ما صورش البدايه، ولكن غنوعدك ان شاء الله غنحط لك الفيديو من الاول، اللي هي سهله ما فيهاش شي صعوبه. كيف كتشوفي والله راه غير بيتفك دارت لي الطن في راسي، عاد باش هزيت التليفون راني كنقول صراحه تستحق تجربه. الوصفه اللي هي ساهله واللي هي غتسهل عليكم بزاف، تماره ديال دليك العجينه باش تجي مرخوفه اولا باش تجي فشفشه اولا ساهله بزاف، ما كتحتاج لا دلك لا مجهود لا والو. يمكن لكم تحضروا منها، ديروا كميه كثيره تحضروا منها كيف قلت لكم اللي بغيتو. كاع الفطائر اللي كنحتاجو نحطوا في طابله، سواء في رمضان سواء في العشاء والكوتي ديال الايام العاديه الفطار. بالنسبه لهادو كتشوفوا الحجم ديالها معوج، راه غير قطع ديال العجينه اللي بقات لي في الاخر، حيت درت منها واحد ميني بيتزا هكا، قطعتهم وبقاو لي الجوانب درتهم على الطريقه. اما الا صوبتو من الاول قطعتو العجينه كيف بغيتو وقديتوها، انا درت كميه قليله حتى الاخر، حتى قرب وقت الفطور ولقيت خاصني نزيد شي حاجه. عمرت منهم شي وحدين اللي هما هكايا بانيني. الصراحه جات عجينه هشيشه ورطبه وزوينه، الصراحه تستاهل زعما الكل يعرفها والكل السيدات يعملوا بها، ما كتحتاجش الوقت، والنتيجه ديالها ناجحه بزاف صراحه. حضرت منها هاد الميني بيتزا هكايا متوسطين وصغيورين، لان ضيق الوقت عندي درت غير واحد 2 كؤوس ديال الماء وهكايا، ما درتش مقادير ليا كثيره، نوعت بهم هكايا خليت هادو خاويين كيف كتشوفوا كيجي هكا ديال التعمار خاوي من الوسط، خفيف رطب كلشي ديال التعمار كيف شفتوا. حضرت منه 4 ديال البانيني عامرين هكايا، ميني بيتزا ما عرفتش المهم هكايا طبيسين ديال عند الافراد اللي هما قلال. هادو خاوين هكايا غنعمرهم باش ما بغيت بالاجبان، نحطهم هكايا في الطابله. يعني في واحد الوقت سريع درتهم حتى الاخر دقيقه 90 كيف كنقول انا ديما. ان شاء الله نحط لكم الفيديو من الاول كامل ان شاء الله.